انا بعمل حاجة محدش من اهلي يعرف عنها حاجة خالص، وما ينفعش حد يعرف. وانا هحكي لكم كل اللي انا بعمله، بس مش هقدر اقول اسمي. انا عندي 28 سنة، ومن اسرة ومبسوطة ماديا زي ما الناس بتقول علينا، وساكنين في مصر الجديدة في القاهرة. وزمان لما كان عندي 15 سنة كان اخويا بيجيب 2 صحابه البيت عندنا علشان يلعبوا معاه، وبيقضوا معظم اليوم عندنا في البيت. وفضلوا صحابه دول يجوا عندنا وبقينا واخدين عليهم. واللي حصل اني اتعلقت بواحد منهم وحبينا بعض، بس من غير ما اهلي يعرفوا اي حاجة عن الموضوع ده. وفضلنا نحب بعض لحد ما انا خلصت الكلية، والمفروض اننا كنا متفقين ان هو هيتقدم لي اول ما انا خلص. بس اللي اتفاجئت بيه وانا في سنة رابعة اني لقيت ماما جاية بتقولي ان ابن خالتي هيتقدم لي وان هم موافقين عليه. قلت لماما بس انا لسه بدرس ومش مستعجلة على الموضوع ده. قالت لي مفيش الكلام ده. واتخانقت انا وماما في اليوم ده جامد جدا، وفي نفس الوقت ما قدرتش اقول لها ان انا بحب صاحب اخويا، علشان ما تقولش عليا ان انا مش كويسة علشان ما قلتلهاش من بدري. وابن خالتي جه فعلا وتقدم لي، وطبعا اهلي كلهم مرحبين بيه، واتخطبنا. وانا مفيش في قلبي غير صاحب اخويا، وكان بيكلمني في التليفون بعد ما اتخطبت، لدرجة انه والله العظيم كان بيعيط بالدموع علشان افركش الموضوع باي طريقة. بس انا ما كنتش قادرة اقف ساعتها قصاد اهلي، وقلت له خلاص كل شيء اسمه نصيب، وقفلت مع الموضوع. وخلال فترة الخطوبة ما كنتش حاسة من ناحية ابن خالتي بأي مشاعر أو أي حب أو أي حاجة من اللي كنت بحسها مع صاحب أخويا. بس قلت عادي، يمكن مع الوقت اتعود على كده. والدي الله يرحمه كان باني لينا عمارة، وكل واحد من اخواتي له شقة فيها، عشان والدي كان عاوز يجمعنا معاه في نفس البيت. وكان متفق مع ابن خالتي وأهله إن أنا هقعد معاهم في شقتي اللي في بيت والدي. وفعلا بدأنا نوضب الشقة ونجهزها. كل ده وأخويا وصاحبه لسه صحاب زي ما هما، وكان صاحبه لسه بيجي عندنا البيت. بس كنت بحاول بقدر الإمكان إني مطلعش أو أشوفه، وكنت ببقى حاسة بيه وعارفة قد إيه هو نفسه يشوفني. بس أنا كنت مخطوبة في الوقت ده، وكنت مستحيل أعمل أي حاجة غلط لحد ما جه ميعاد الفرح. وفعلا اتجوزت ابن خالتي. وفي أول شهرين جواز تقريبا أنا ما كنتش ببطل عياط، وكنت حاسة قد إيه أنا اتظلمت في الجوازة دي، وإنه اتضحك عليا. وكل ما افتكر صاحب أخويا اللي كان بيعيط لي بالدموع علشان كان نفسه يتجوزني أحزن على حالي. ودخلت في مرحلة اكتئاب بسبب الموضوع ده. يعني لا أنا قادرة أعيش حياتي مع جوزي اللي اتجوزته، ولا أنا قادرة أعيش مع حبيب عمري الأولاني، لدرجة إنه بقى بيوحشني، وبقيت ملهوفة إني أشوفه أكتر من الأول. وبقيت بقف في بلكونة الشقة عندي، يمكن أشوفه في الشارع أو أشوفه جاي عندنا، لأنه كان ساكن معانا في نفس الشارع. كنت ببقى في قمة سعادتي لما بشوفه ماشي في الشارع. وبصراحة من ساعة ما أنا اتجوزت ما بقاش يبعتلي ولا يتصل بيا خالص. بس أنا بصراحة كنت هتجنن عليه، وكان نفسي أكلمه وأعرف أخباره وأطمن عليه. رحت بعتله رسالة على الواتساب بسأله عامل إيه، طمني عليك. للأسف شاف الرسالة وما ردش عليا. فضلت طول اليوم مستنياه يبعتلي أي حاجة، بس للأسف ما بعتش أي رسالة.
بعتله تاني وقلتله أنا عارفة إنك زعلان مني، بس والله العظيم الموضوع كان غصب عني، وأهلي هم اللي غصبوا عليا موضوع الجوازة دي، وأنا مفيش حد في قلبي غيرك لحد دلوقتي. لقيته بعتلي رسالة بس ما قدرتش افتحها لاني كنت قاعدة مع جوزي بنتعشى. عملت نفسي انها رسالة عادية وقفلت الموبايل تاني بسرعة من غير ما اقرأ الرسالة علشان جوزي ما يشكش في حاجة، وكملت اكل. وبعد ما جوزي دخل نام مسكت الموبايل وقريت الرسالة، لقيته بعتلي رسالة طويلة قوي وبيحكيلي عن حالته النفسية بعد ما انا اتجوزت، وبيقولي ان انا ظلمته ومش قادر يسامحني على اللي حصل مني. فضلنا نتكلم طول الليل ونتعاتب لحد ما خليته يهدى شوية. بعد كلامي معاه حسيت ان انا هديت شوية وبقيت ماسكة العصاية من النص. متجوزة وقاعدة في شقتي وفي نفس الوقت قلبي بيحب واحد تاني ومش محرومة من حاجة. كنت عارفة ان الوضع ده غلط جدا، بس للأسف لقيت ان راحتي النفسية وسعادتي في ان صاحب اخويا ده يفضل في حياتي حتى بعد ما اتجوزت. وفضلت اول سنتين في الجواز على علاقة بيه، وكل كلامنا على الموبايلات لما بكون قاعدة لوحدي. وطبعا هو كان كتير من الأوقات بيجي علشان يقعد مع أخويا في البيت عندنا، فأنا كنت بنزل من قبلها وبكون عارفة إن هو هيجي، فبنزل أقعد معاهم لحد ما يجي وبنتكلم عادي لأننا يعتبر متربيين مع بعض من زمان ومش بنعتبره حد غريب. لحد من حوالي 5 سنين علاقتنا ببعض بدأ يحصل فيها حاجات أكبر من إننا نتكلم على الموبايل أو إننا نقول لبعض كلام حب. لأ، الوضع اتغير وبقينا نحس إننا أصلا المفروض نكون متجوزين، وإن المفروض إننا نكون من حق بعض، وبقينا نشتاق لبعض كأننا 2 متجوزين. وقبل ما أعمل أي حاجة غلط فكرت كتير قوي في موضوع الطلاق، بس كنت عارفة إن هو هيبقى حاجة مستحيلة أصلا، خصوصا إن والدي ووالدتي كبار في السن، ولو ساعتها كنت قلت لحد فيهم إن أنا عاوزة أتطلق كان ممكن حد فيهم يحصل له حاجة. ففضلت إن الموضوع يفضل سر طول حياتي وأفضل متأقلمة على الوضع ده لحد ما صاحب أخويا ده اتجوز من 3 سنين. وطبعا ما قدرتش ألومه إنه عمل كده، لأن كده كده خلاص أنا ما بقتش من نصيبه. وبعد ما اتجوز أنا كنت قلقانة جدا إن هو ينساني وأفضل عايشة لوحدي من غيره. علاقتنا أول ما هو اتجوز بدأت تقل والكلام بينا كان قليل قوي، بحكم إن في واحدة بقت قاعدة معاه في البيت، فكان صعب إن هو يكون متاح معظم الوقت ويكلمني براحته زي ما كان بيعمل في الأول، وأنا كنت عذراه. ومن 2 بالظبط كلمني وقال لي إن هو مش مرتاح في الجواز مع مراته وفي مشاكل بينهم وطلقها، وحالته النفسية بقت سيئة جدا، وصعب علي قوي بعد موضوع الطلاق بتاعه ده لأنه خسر فيه حاجات كتير قوي. وبعدها رجعنا لبعض، بس رجعنا أقوى من الأول. بدأنا نحس إننا محتاجين نكون مع بعض، وبقينا ندور على أي فرصة أو أي طريقة تخلينا قريبين من بعض. بقينا حاسين إن احنا الاتنين محتاجين حاجة تعوضنا عن الحرمان اللي اتحرمناه من بعض طول السنين دي. والأول مرة نتفق أنا وهو على حاجة ما عرفش احنا عملناها ازاي. احنا العمارة عندنا عبارة عن 4 أدوار. أول دور ده شقتنا اللي فيها بابا وماما، والدور التاني دي شقة أخويا، والدور التالت دي شقتي اللي أنا متجوزة فيها،
والدور الرابع شقة فاضية. من كتر المشاعر المكبوتة جوانا واللي محدش حاسس بيها غيرنا، اتفقنا ان هو يجي عندي بدل ما يجي عند اخويا تحت، لا يطلع عندي انا. بس انا في نفس الوقت كنت خايفة جدا من الخطوة دي، وكنت مرعوبة ان جوزي ممكن يرجع من شغله لأي سبب من الاسباب وهتبقى مصيبة. فاتفقت معاه اني مش هقدر اقابله في شقتي، وهنتقابل في الشقة الفاضية اللي في الدور الاخير. وفي اليوم ده بعد ما بقيت لوحدي اتصلت بيه، وفعلا جالي بكل سهولة. بس كان اول يوم يجيلي فيه قلبي كان عمال يدق بطريقة رهيبة. قفلت شقتي ورحت طلعت فوق، ووقفت على السلم ابص عليه وهو طالع. كان طالع بالراحة جدا عشان ما يعملش اي صوت وهو طالع على السلم لحد ما جالي. ما كناش مصدقين انا وهو ان احنا لوحدنا بعد سنين الحب دي كلها. وفي الوقت ده نسيت ان انا متجوزة وما كنتش شايفة قدامي غيره. فضلنا في خضم بعض حوالي ربع ساعة، وكنا بنعيط احنا الاتنين عشان ما بقيناش لبعض. وقعدت اتأسف له كتير قوي وقتها علشان انا السبب في اللي وصلنا لكده. وما طولناش وانا نزلت لاني كنت خايفة قوي اليوم ده. بعد ما نزلت واطمنت ان هو خرج من العمارة عندنا، نزلت شقتي وانا بعيط لاني ما كنتش عاوزاه يمشي، وما قدرتش من بعدها انسى طعم حضنه ولا احساسي وانا بين ايديه. وكفاية عليا قوي لهفته عليا وهو معايا. بدأنا بعدها نتفق على ايام تانية يجيلي فيها، وعلى حسب يا اما يجي عندي الشقة بتاعتي يا اما نكون في الشقة اللي فوق. طبعا بنتعامل مع بعض كأننا متجوزين. بقالنا اكتر من 2 على كده، وهو وعدني ان لو انا اتطلقت من جوزي هو هيتجوزني. وانا فعلا ما بقيتش احب جوزي خالص، ولا بقيت احب ان هو يقرب لي او يعمل اي حاجة معايا. انا بقيت عايشة معاه بس علشان هو بيصرف على البيت مش اكتر، واهلي ما يعرفوش اي حاجة عن علاقتي بيه. وانا مش هقدر اقول لحد ان انا ما بحبوش او مش عاوزاه. انا خلاص لقيت اللي يعوضني عن الحب والاهتمام والعلاقة كمان، ومش عاوزة غيره. وفي نفس الوقت اخاف لو اتطلقت اهلي ما يقفوش معايا ويساعدوني في حاجة، وممكن يرفضوا اني اتجوز اللي بحبه. هو تقريبا بيجيلي مرة في الاسبوع، ممكن يقعد معايا ساعة. بس الفكرة دلوقتي ان انا معايا طفلة وبدأت تكبر، عندها دلوقتي 4 سنين. اخاف تشوفه او تشوف حاجة بينا وتقول او تحكي لحد او تفضل فاكراها. انا نفسي اتطلق فعلا، بس عاوزة حاجة تضمن لي الجواز من حب عمري، ومش عارفة اعمل ايه، لاني ما حبيتش ولا هحب حد غيره طول حياتي. يا جماعة والله العظيم اول حب ده هو احلى واجمل حب، وهو ده اللي بيفضل دايم. اوعوا تفتكروا انكم لما تتجوزوا حد تاني انكم هتقدروا تنسوا حبكم الاولاني. بالعكس، انتوا هتفضلوا عايشين في عذاب ومش هتقدروا تنسوه. انا عاوز اعرف رأيكم ونصيحتكم ليا في المشكلة اللي عايشاها دلوقتي. انا عارفة اني غلطت من البداية اني ما رفضتش ابن خالتي اول ما قالولي، والمفروض كنت وقفت قصاد اهلي. بس وقتها انا كنت عيلة صغيرة وضعيفة، وللأسف ما كانش ليا كلمة وقتها. قولولي اعمل ايه، خصوصا ان بقى في بينا بنت صغيرة وبرضه خايفة عليها وعلى مستقبلها. بس انا ما بقتش قادرة اعيش مع حد انا ما بحبوش، وفي راجل تاني في حياتي. عاوزة اي حد يحط نفسه مكاني ويقولي اتصرف ازاي.